على كل احنا نستفيد منكم ونتعلم منكم كعلماء، ويتعلموا منكم الكثير، وعليكم حجة كبيرة وحجة بالغة أن وسائل الإعلام الآن متوفرة أفضل من أي وقت مضى. الإذاعات المسموعة والمرئية والمقروءة، فعليكم واجب كبير جدا 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 للحد، لا نقول نستطيع أن نستأصل، لكن للحد من الغلو والتطرف، من الغلو والتطرف. أنا أقول الغلو والتطرف لا يقل شأنا عن الإلحاد، لأنك تضر بالإسلام. إذا إحنا يجب علينا أن نحبب إلى أمة محمد الإسلام، مش نكرههم بالإسلام. هؤلاء ما يعملوا المتطرفين ما يسمى بتنظيم القاعدة أو الجهاد، هؤلاء هم ضد الإسلام، هؤلاء جهلة، وجهادهم واجب لأنهم سرطان في الجسم الإسلامي، وهم ضد الإسلام وكذابين أنهم يتشدقوا بالإسلام. هم أجهل من غيرهم. هم الآن يتابعون مواقع الانترنت ويتعلموا من كيف يفجروا أنفسهم وكيف يفجروا الآخرين. الإسلام ما جاء بهذا. الإسلام هداية ورحمة لأمة محمد. الإسلام خلق فينا الشهامة والشجاعة والأدب والأخلاق الحميدة. ما قال لنا نكون متكارهين متنافرين لا، الإسلام يعني إسلام دين الرحمة، دين المحبة. أحب أوضح لك ما يجري في ساطة. صادر رافعين شعار من عام 1994: الموت لأمريكا وإسرائيل، تعالوا قاتلوا إسرائيل حيثما هي إسرائيل. إيش وجود إسرائيل؟ إيش دخل إسرائيل بساطة؟ ساطة. هؤلاء عندهم طموح إلى الحكم، إنهم عندهم إرث إلهي. هم الثورة اليمنية لها 47 عام من أنها قامت ضد الظلم والتخلف والفقر والجهل. هذه الثورة اليمنية اللي قامت من أجله. هؤلاء يحلموا بعودة الإمام. طيب، من حق أي مواطن أيا كان شكله وأيا كان نوعه نحتكم إحنا وإياكم إلى صناديق الافتراء. تعال، ليس ممنوع على أي مواطن أن يرشح نفسه للحكم. بدل ما ندخل في القتال ونرفع شعار الموت أمريكا وإسرائيل، تعال، عندنا انتخابات محلية، سلطات محلية، وانتخابات برلمانية، وانتخابات رئاسية. تعال رشح نفسك كمواطن يمني، تعال. أبدا، الموت لأمريكا وإسرائيل. يا أخي إسرائيل ما مش موجودة في ساطة. الموت للنظام السياسي. هكذا يقطعون الطرق، يقولوا احنا رافعين شعار انه احنا مفروض علينا الحرب. طيب، انا حطي 10 شرطة في مركز مديرية، شرطة رمز للدولة، رمز للنظام، 15 20. انت تحيطهم ب200 شخص وتحتل المركز. من المعتدي؟ انت بتدافع عن نفسك ولا انا النظام السياسي الذي انا ارأسه في المديرية في المركز انت بتعتدي علي؟ من الذي قطع الطريق؟ من الذي قتل الشيخ؟ من الذي جند الأطفال للقتال ضد إسرائيل وأمريكا؟ احنا لا نريد أن نثبت حجة عليهم. هذا هي حقيقة الأمر. من حق العلماء يتقصون الحقيقة. أنا أدعوهم يتقصون الحقيقة ويذهبوا حتى للميدان، وأقدم لكم كامل التسهيلات. تتقصوا الحقيقة إيش من المواطنين؟ من المعتدي؟ هل الدولة تعتدي على المجمع الحكومي الذي بنته؟ هذا مجمع حكومي أعتدي عليه؟ هل الحكومة تعتدي على المستشفى؟ هل الحكومة تعتدي على المدرسة؟ هل الحكومة تبني الطريق وتبنيها وتقوم تنسف الجسور؟ يعني هذه محنة، هذا جهل مطبق.
هؤلاء من مخلفات النظام الإمامي. هكذا جهلوا الشعب، خلي الشعب جاهل من أجل أنك تحكمه. هم ضد المدرسة، ضد المستشفى، ضد الطريق، ضد كل شيء حديث، ضد كل شيء جميل. لأنه إحنا من 47 عام كنا جهلة، كنا أميين، كنا فقراء، كنا أمراض، لا توجد لا مدرسة لا جامعة لا مستشفى أبدا على الإطلاق. هم يريدوا أن يجهلوا الشعب هكذا. كان تعدادنا عندما قامت الثورة 5 ملايين، الآن تعدادنا 22 مليون. هم تفننوا في قتل اليمنيين، مش إنهم يذبحون بالسيوف، تفننوا في قتلنا مرضا وجهلا وجوعا. يعني كان الإنسان لا يعتبر أن عنده طفل أنه يكون إنسان إلا بعد 7 8 من عمره، لكن في دون 7 هذا لا يعتد على الإطلاق، هذا تجي له الأمراض القاتلة. هذا كان سياسة النظام الإمامي في اليمن، نظام عنصري مريض جاهل متخلف. إحنا لسنا ضد أحد. تعال عبر صناديق الاقتراع أنا وأنت كمواطن يمني، وادخل الاقتراع إلى السلطة المحلية، إلى البرلمان، إلى رئاسة الدولة. المواطنين متساوية كأسنان المشط، لا فرق بين أي مواطن. وهذه فئة ضالة لوحدها اسمهم الحوثيين، لا علاقة لها بالآخرين، لا علاقة لها بأي فئة. هم عنصريين لأنفسهم، حوثيين فقط. عامة الناس صالحين، عامة الناس مخلصين، عامة الناس يريدوا السلام، يريدوا الأمن، يريدوا الاستقرار. على كل إن أرحب بكم وأتمنى لكم النجاح والتوفيق. شكرا.